قريبا وحصريا على شاشة فرسان العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة معطرة بعطر الأباء والمحبة والوفاء نبعثها إليكم من شمالنا الحبيب من كردستان العراق، من خلال قناة فرسان العراق الفضائية، لننقل إليكم كواليس الأعمال والقصائد التي ستشاهدوها حصريا على قناة فرسان العراق الفضائية، نحن وكادر القناة المنشدين والشعراء. إلى ذلك الحين كونوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، معنا الآن مدير التصوير الأستاذ أحمد جميل. أستاذ أحمد، ما أدري شلون شفت التعامل مع المنشدين العراقيين؟ والله أول شيء عليكم السلام. التعامل كان مع المنشدين يعني ما شاء الله نجوم، يعني رائعين، الله يعطيك العافية، وما تعبنا معاهم، ومثل ما شايفين يعني ما شاء الله بسرعة عم يشتغلوا مثل ما قلت لك مبدعين. طيب المخرج محمد دلفي، تعاملك الأول هذا معه ولا في أعمال كانت سابقة معه؟ ايه والله الأستاذ محمد لهذا أول تعامل معه، بس كمان ما شاء الله عليه يعني إنه مخرج مبدع، ويعني تعامله سهل وحلو. مشاهدينا الأكارم، معنا الآن المنشد محمد صادق. محمد صادق حقيقة أبدعت في هذا الكليب، موفق إن شاء الله كل خير. شلون شفت الأجواء في شمال العراق، وشلون شفت التعامل مع المخرج محمد دلفي؟ والله طبعا بالمناسبة التحضيرات كانت جيدة جدا، والولد ما قصروا، والعاملين خلف الكواليس، المصورين والإضاءة. إن شاء الله عمل راح يطلع جيد جدا إن شاء الله. انتظرونا على قناة الفرسان العراق إن شاء الله. زين، جمهورنا الكريم السمع فشي بهذه الأيام الشعبانية؟ خادم إن شاء الله. جديت أنا بخدمتي لآل البيت، جديت ولا جدمي تعفد يوم. جديت أنا بس على باب حسين، يا الله عبد الله. جديت الشفاعة وأدري ما يبخل علي إن شاء الله. شفاعة أمير المؤمنين لنا ولكم ولكل المشاهدين بحق محمد وآل محمد. أحسنت، بارك الله بك. أعزائي المشاهدين، لا تروحون بعيد وخلوكم ويانا. العمر عدى الصبر وانا انتظر، وقت انتظر عنواني ما فيها القلوب يا